أشكو إلى الله سبحانه وتعالى، أشكو إلى الله ثم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه الحالة المتردية في مستشفى ينبع العام. مستشفى ينبع العام الذي فيه طفلتي، الحمد لله على قضاء الله وقدره، هذا أولا وأخيرا. لكن الطبيب مشرف على حالة، بنتي غرقت في مسبح ولله الحمد، اللهم لك الحمد والشكر، وتم إنقاذها. ولكن الطبيب ملزمنا بشيء واحد، وهو أنها ستموت. هذه البنت ستموت، جهازها العصبي لا يستجيب، مع العلم أنني اليوم وأنا أحرك رجلها ولله الحمد ولله الحمد تحركت. طلبت إخلاء ما حد رد علي، طلبت مستشفى التخصصي ما أحد استجاب لي، كلمت شخصيا ولله الحمد والمنة الأمير فيصل بن خالد رحمه الله والديه، جاوب معانا، وارسل برقية إلى مكتب ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ورد علينا السكرتير حق الأمير محمد بن نايف وقال إن شاء الله نشوف حل الموضوع. وبعدها ما شفت أي حل ولا أي اتصال، ولا يعني الموضوع نسي تماما. الموضوع إنساني جدا، يعني تحتاج إلى عناية أكبر، تحتاج إلى مستشفى له مقومات أكبر حسب كلام الأطباء، تحتاج إلى عناية خاصة. أمها وأنا جالسين هنا 7 أيام بجانب العناية المركزة، نراعي الله في هذه البنت. احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، مؤمنين ولله الحمد على كل حال، ولكن عناية مركزة بلا تكييف لمدة يومين، عناية مركزة لا اهتمام، عناية مركزة أي نوع من العناية المركزة هذه، وطبيب يوهم بالموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكو إلى الله، أشكو إلى الله ثم أشكو إليك يا سيدي هذا الحال. والد الطفلة علي بن رافع الشهري، جزاكم الله خير وحفظ الله هذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله.